عملت الغريبة ولا لسه؟ تعالوا بقى نعمل مع بعض غريبة كل سنة. غريبة محشية بالشوكولاتة، غريبة محشية بالفستق، وغريبة سادة. عجينة الغريبة الناجحة بتحتاج ان احنا نضرب السمنة مع السكر كويس قوي لحد ما لونها يبيض تماما، وبعد كده نرش عليها رشة من الملح، نزود الفانيليا ونص معلقة كبيرة من مسحوق الكاستر، وده اللي بيخليها هشة وبتدوب في البق. بصوا الخليط بقى عامل ازاي في الاخر. دلوقتي بس بنزود الدقيق ونغير كف العجانة ونعجن العجينة كويس لحد ما تندمج مع بعض. كده الغريبة بتاعتنا جاهزة. بنعمل لها اختبار العجينة، وبعد كده بنبتدي نشكل باستخدام معلقة معيارية. انا بحب استخدم قياس نص معلقة، بيبقوا قد بعض كده وحجم واحد. بعمل غريبة سادة بشكلها بالطريقة دي، احط لها فستق او البونبون، وبعد كده بدخلها الفرن. اما الغريبة اللي بالشوكولاتة فبعديها في الفيرميتشيلي، وبعد كده بخرمها بالطريقة دي وادخلها تستوي 12 دقيقة على درجة حرارة 160. الغريبة يا جماعة مش لازم خالص يتغير لونها. احشوها بالجناش البارد، ما تعملوش زي انا كنت مستعجلة وما استنيتش عليه، هسيب لكم طريقته في الكابشن. اما التانية اللي بالفستق فبحشيها بكريمة الفستق الجاهزة، والنتيجة منتهى الجمال. وبس والله.